بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. احنا الآن في ملتقى علماء كردستان في الأقاليم الأربعة، تخطط لها منذ سنين، يعني الحرب الطائفية، الحرب بين الشيعة والسنة، الحرب بين الكرد والعرب، يعني بين الترك والكرد. هذه قضايا يعني الغاية خططوا لها، ولكن مع الأسف نحن المسلمين يعني تجهزوا، يعني نفذنا خطتهم مع الأسف. يعني علينا أن نبعد عن هذه الحروب. هذه الحروب فيه مصالح، بيع السلاح واحتلال النفوذ نفذ، يعني هذه شغلتهم. هم لا يريدون خيرا للإسلام، هم لا يريدون خيرا للإسلام، يودون أن تكفروا كما كفروا، يعني هذه شغلتهم. هم لا يريدون الصلاح للمجتمعات الإسلامية. هم يقولون نحن يعني لازم علينا الإسلام، المسلمين كخدم لنا، والمسلمين إذا كانوا يدا واحدا، إذا وحدوا صفوفهم، أي قادة أي دول لا يستطيع أن يشتت شملهم. الحرب التي الآن في المنطقة في الشرق الأوسط يعني كلها خطط لها منذ السنين، اليهود والنصارى والأمريكان، يعني هذه شغلتهم. لكن يلزم علينا نحن لا ننفذ خطاتهم، يعني احنا المسلمين ننفذ خطواتهم. هذا شيء يعني تقصير علينا. وظيفة العلماء توصية. الآن احنا العلماء ما بأيدينا أي شيء إلا توصية، إلا الوصية الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحرب جاي يعني مو بأيدينا، يعني خططوا لها، بس نحن نريد نطلب من الله، ندعو من الله أن لا يسفك دماء المسلمين بأيدي المسلمين. يعني إذا واحد مسلم يقتل من الداعش، من الكرد، من العرب، من الترك، هم يستفيدون.